كابتن فتحي؟ لا بالعكس، راه حافز. قلت نقطة الضعف الوحيدة ونقطة ربما اللي انه المغرب ما عادش يمثل مفاجأة. لانه في 2022 حتى حد ما كان ينتظر المغرب. لا المغاربه ولا احنا ولا بطبيعه الحال العالم الغربي، لا اسبانيا ولا البرتغال ولا حد ما كان ينتظر انه المغرب باش يوصل الى ذلك المستوى. اليوم ما خافش على المغرب، ما تنجمش تخاف على المغرب وقت اللي تقريبا كل اللاعبين المغاربه يلعبوا في اوروبا. وكل اللاعبين المغاربه يلعبوا في مستوى عالي جدا، في 11 ممتاز جدا. اذا ما همش من النوع اللي باش يكون عنده مركب، بل بالعكس مركب وانه هو خلطنا كهو الان. لا لا لا، المغرب يتحدى العالم الان. طيب المغرب لانه قارنا وشفنا المستويات. الفريق المغربي مراش وانه ربما عندما يلعب مع فرنسا واسبانيا او البرازيل او الارجنتين وانه سيكون كما احنا في عقليتنا دفاع 10 التالي ولا لا لا، سيلعب على حدوده. هي فيما يخص جزئيه الضغط، انا نعطي لك سيناريو وربما مشابه. مع ذلك المنتخب المغربي حقق اللقب الافريقي الاخير لانه الافضل، لكن بصراحه قبل ما انطلقت البطوله الماضيه واللي هي بطوله افريقيا، الكل وضع الضغط على المغرب، وكان يمكن تقديم مردود منتخب اخر. وانا شخصيا اخشى عليه ما تحقق من انجاز في مونديال قطر، وهنا اتكلم عن المنتخب المغربي واللي يعتبر نموذج مميز في القاره الافريقيه، هو الاكثر حضورا والاقوى على صعيد القاره. لكن ما تشوفش ان اليوم ضغط وحمله الاعلام للمحافظه على هذا الانجاز، خصوصا انك انت وصلت لاعلى ليفل ممكن تشوفه لمنتخب افريقي، وهذا حقيقه. اليوم هذا الضغط تشوفه يشكل هاجس او يشكل طاقه سلبيه بالنسبه للعراق، بالنسبه للمغرب، او تشوف العكس كابتن فتحي؟ لا بالعكس، راه حافز. قلت نقطه الضعف الوحيده ونقطه ربما اللي انه المغرب ما عادش يمثل مفاجاه. لانه في 2022 حتى حد ما كان ينتظر المغرب. لا المغاربه ولا احنا ولا بطبيعه الحال العالم الغربي، لا اسبانيا ولا البرتغال ولا حد ما كان ينتظر انه المغرب باش يوصل الى ذلك المستوى. اليوم ما خافش على المغرب، ما تنجمش تخاف على المغرب وقت اللي تقريبا كل اللاعبين المغاربه يلعبوا في اوروبا. وكل اللاعبين المغاربه يلعبوا في مستوى عالي جدا، في 11 ممتاز جدا. اذا ما همش من النوع اللي باش يكون عنده مركب، بل بالعكس مركب وانه هو خلطنا كهو الان. لا لا لا، المغرب يتحدى العالم الان. طيب المغرب لانه قارنا وشفنا المستويات. الفريق المغربي مراش وانه ربما عندما يلعب مع فرنسا واسبانيا او البرازيل او الارجنتين وانه سيكون كما احنا في عقليتنا دفاع 10 التالي ولا لا لا، سيلعب على حدوده. هي فيما يخص جزئيه الضغط، انا نعطي لك سيناريو وربما مشابه. مع ذلك المنتخب المغربي حقق اللقب الافريقي الاخير لانه الافضل، لكن بصراحه قبل ما انطلقت البطوله الماضيه واللي هي بطوله افريقيا، الكل وضع الضغط على المغرب، وكان يمكن تقديم مردود افضل حتى وان وصل للنهايه وتحصل البطوله، وبعيدا عن الاشكاليات التي حدثت. لكن هذا الضغط خلانا ما نشوفوش مغرب مميز بنفس طاقه المونديال. هل نقدر نقول ان المغرب اليوم عالمي وبعيدا عن طقوس القاره؟ ممتاز. انا قلتها، وانه المغرب افريقيا ما يبقاش ربما التوازن نتاعو، ربما مستوى المنافسين، ربما ايضا الطموح، ربما ايضا الاشعاع نتاع انتصار عالمي. المغرب عالمي مازال ماهوش افريقي كما برشا منتخبات. تونس مثلا، تونس ترشح 7 مرات لنهائيات كاس العالم، ولكن افريقيا تونس غايبه. صحيح، افريقيا نخرجوا من الدور الاول. مصر افريقيا متسيد متسيد عالميا. لا
اذا كل بلد وعنده ربما طقوس. انت انا ما نخافش على المغرب لسبب بسيط، ان شاء الله هما ما يخافوش على روحهم ايضا. ما نحبوش نعملوا اليوم ضغط اكثر من اللازم. ما نخافش على المغرب لانه بين ايدي امينه. حتى عند تغيير المدرب ما فماش الضجه الكبيره، لاعبين كلهم بعقولاتهم في مستوى عالي جدا، وبالتالي نعتبر أن المغرب سيكون مرة أخرى رقم صعب في الكأس العالمية هذه. طيب للأسف سقطة كبيرة من الإعلام التونسي، سقطة كبيرة من الإعلام التونسي. يجب فتح تحقيق. خوتنا نقصوا من الخريطة تاع الجزائر، هذا يعتبر تهديد. تحب ولا تكره؟ دوكا داروا اعتذار، ماشي مقبول اعتذار، نو، لازم يتحاسبوا ولازم نديروا اعتذار رسمي، ماشي اعتذار هيدا في الصحافة. لازم من السلطات تاعكم. الشيء اللي صرا كارثي. دوكا احنا ما فهمناش دوكا علاش، واش الهدف من هذا المنشور. اسكو هذه القناه المدير تاعها ينتمي الى بلد عدو للجزائر؟ ما فهمناش علاش الجزائر بالضبط. حين احنا الجزائر كي تشوفوا الوقفه تاعنا مع تونس بزاف، سواء في الماء، في الغاز، في الدراهم، كلش واقفين معاهم في كلش. ضربه كيما هذه تغيظك، باسكو علاش راك واقف معاهم نتايا؟ باسكو احنا ما نساوش الخير. ساقي سيدي يوسف وقفت معانا، احنا ما نساوكمش خير. الدول الجزائريه دائما واقفه معاكم. جاست واحد باكم، بصح ديروا في بالكم بلي على جاست واحد قادرين نكرهوكم. تعرفوا حكايه تاع تايسيتي، عليك عاقلين ما ناش نديروا فتنه ونسخ خوتنا. مي هذا الشيء اللي صرا امور سياسيه غلطوا معنا. السلام عليكم. واش التوانسه، واش بيننا وبينكم اولاد عمي، واش هاد الخريطه اللي درتوها، واش هاد الخريطه عندك المغرب مدخلينها عندنا؟ واش بيك اخويا؟ هادي ما نسكتوش عليها، هادي خاصها تفتح تحقيق. هذه هي، وهذه قناه الوطنيه تاع تونس، ماشي قال تيك توكر ولا يوتيوب ولا قناه. هذه قناه وطنيه، هذه قناه رسميه في تونس. كيفاش بانت لكم زعما؟ راكم دايرين هنا المنتخبات الافريقيه اللي راها مشاركه في لاكوب دي موند، ياك هذيك السود افريقيا لتحت، مصر، راه كاين كوت ديفوار، غانا، ايو هذه واسم. هذه كنتو تعطيوهم كاع الجزائر، كنتو تزيدوا لهم حتى هذيك الجهه الشرقيه هذيك تزيدوها لهم. حنا تفاصيلنا كاع راكم ماحييننا حنايا. هذه خاصها الدوله تفتح تحقيق، خاصها تفتح تحقيق في هذه القضيه، وراها قضيه راي عام. هذه باش نكونوا متفاهمين، هذه ما يسكتش عليها، ياك الى غلطه نقولوا بالك. وانا ما ظنيتش باللي غلطه كيش بانت لك انت. غير المغرب تدخلها مع الجزائر، كيفاش هذه المغرب دخلها مع الجزائر؟ غلطه كيما هذه اللي ما كاش الخرائط باش تغلط غلطه كيما هذه، لا با سي با نورمال. لا هذه والله ما نسكتوا عليها. هذه غادي نوليو نهضروا عليها حتى تستعرفوا. السلام عليكم. توانسو عرفكم بلي خسرتوا برشا ناس، مدريد ناس، ريال مدريد ناس، ماشي برشا ناس. ما تقولي لا غباء اصطناعي لا ذكاء اصطناعي. نتوما من بكري ما تتعاشوش، نتوما من بكري اكبر ولادينا مغاربه ويحشموا باش يديروها. هذه كون غير ديتوها رواحكم رحتوا تعطيوها المغرب. هذيك خريطه قسموها لنا، ما تقولي لي الذكاء الاصطناعي هذه بصح لو تدخل اللايف وشوفها. ثم ما جات كيما هاك على بالكم غادي كي تبدا الماتش تاع تونس في كوب دي موند الضو يطفى، دي جونكتير يهود، دي جونكتير يهبط، ما تفرجش كوب دي موند. غادي الشمعه ديال تولي 80 دينار تونسي في عندكم. راك تحوس على التريسينتي، غادي تدي الشعر من دروك. خسرتوا برشا ناس صاي. نتوما من بكري كيما هكا، بالتالي هي راه شو اللي يعطيك التريسينتي. بالتالي هذه نورمالمون الدوله تفتح عليها تحقيق. كون غير يديروها مغاربه نقولوا بالك حنا بيناتنا شويه الاخر، نقولوا بالك. توانسه اش دخلكم، اش دخل مصاصيتكم الهوفي، مصاصيتكم ما تلوش في مصاصيت الناس. صغاليتو شكون اللي يدير العدو العداوه؟ صغاليتو ما كان لا جزائريين لا مغاربه، هادو اللي يديروا عداوه، هما مصريين راكم فاهمين. المهم حكوم قال لك باللي في افريقيا قال لك يعيطوا لنا يطلقوا ينادونا بالبرازيل افريقيا، زعما المغرب برازيل افريقيا. هذه هي. غدوه ان شاء الله برازيل مروك، غدوه ان شاء الله مباراه نار شعاله. برومي ماتش 11 كي عندكم السهر، كاين حنا نلعبوا على 2 3 تاع الصباح، عندكم السهر نتوما متيفسين وعندكم السهر، ما فهمتش انايا. المهم غدوه ان شاء الله بكل توفيق
انا ما نكذبش عليكم، انا غادي راني مع المغرب غدوه ان شاء الله. هذه مع المسلم مع مسلم اخوه. هذه شداني انا هذوك يهود، يا هذوك يهود هذوك شداني انا الله يعطيكم التيفيس. يا رانا معاكم مغاربه غدوه، رانا يد وحده. نتوما ثاني بلاجونتي وقفوا معنا، ما توقفوش معنا الله يسهل عليكم. كاش اللي يقول لكم وقفوا معنا بالسيف ولا المهم بيكم ولا بلا بيكم، حنا نهرسوا، حنا ما نفهموش، حنا بروحنا اللي نقدموا نتلعوا بربي ان شاء الله. المهم حكم يعيطوا لكم بريزيل افريقيا هذه ان شاء الله بالتوفيق غدوه ان شاء الله بينونا شا عندكم، غدوه ان شاء الله بينوا لنا كونت بريزيل. خشاكم ما يتهضروا قال لك باللي حنايا وما على باليش وغادي نربحوا البريزيل، غدوه بينوا شا عندكم. هذه هي الوقت اللي محمد وهبي مدرب منتخب المغرب بيقول لك احنا مش خايفين من البرازيل، واشرف حكيمي بيقول لك احنا برازيل افريقيا، انشيلوتي بيقول لك عليكم الا تنسوا اننا سنواجه بطل افريقيا. ما اتسال هل انت حاسس بضغط قبل ما تواجه المغرب؟ قال لهم طبعا الضغط ده امر جيد، هو اذا ذهبت بدون خوف سوف تواجه اسد على انه قطه. بس عايزك الاول تاخد لي سكرين شوت لتوقعاتك لنتيجه مباراه المغرب والبرازيل اللي تقدر تتفرج عليها من اللينك اللي في البايو، وتسيبها لي في الكومنتات كمان. انشيلوتي قال لك ان المغرب منتخب كبير جدا، فينيسيوس كمان قال ان المغرب يستحق لقب برازيل افريقيا، اشرف حكيمي قال لك احنا هنلعب في حراره عاليه جدا لكن احنا قادرين على تحقيق طموحات الشعب المغربي، احنا بنمتلك نفس الجوده اللي عند البرازيل بالظبط، احنا ما نقلش حاجه عنهم. وهبي كمان كمل كلام اشرف حكيمي وقال لك احنا منتخب المغرب ما بنخافش من حد خالص، ان منتخب المغرب جاهز عشان يقدم اقصى شيء عنده، وان انا مش بؤمن بالحظ لكني بؤمن بالعمل على يقين في ربنا قبل كل شيء. البرازيل ما تخلعناش، المغرب هو برازيل افريقيا. هكذا كان رد قائد المنتخب المغربي اشرف حكيمي لما سالوه خايف غدوه من مواجهه البرازيل. صراحه هكذا يلزم يكون القائد الحقيقي. احنا باش نخافوا من البرازيل؟ مصر يا اخي نحن فاهمين ولا كان هما البرازيل نحن برازيل افريقيا. خليكم مع التصريح. Je pense que on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer demain, on connaît la nation du Brésil, la qualité qu'elle a, les joueurs qui sont. Mais aussi nous, on a la qualité, et il s'appelle en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains. C'est que aussi on est des joueurs de qualité avec notre force. Je pense qu'on est prêt pour faire quelque chose de grand avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains, et je pense qu'on va être bien performant pour cette Coupe du Monde et bien commencer dès le match de demain. شكرا لكم اصدقائي على مشاهده الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا ان فتحي المولدي صافي قال كلشي بالتمام والكمال، داكشي الحقيقه. هادشي باش يعجبني انا فتحي المولدي تيقول الحقيقه كما هي. المغرب هار بسنوات ضوئيه على شمال افريقيا وعلى افريقيا كامله. كما شفتوا ان كارلوس كيروش مدرب ما السميه ديالته كتجلي، مدرب ديال جنوب افريقيا في المغرب ديك النهارات، وبعيده علينا التيران، بعيد علينا. اليوم صحاب اللعابه الى غوتو كذا صحاب ماتش افريقيا، 2 كارت حمراء، انهزام 2-0. والشطحه ديال تشابالالا اللي داروا في 2010 على المكسيك ها هو ردها اليوم اللاعب المكسيكي. ما تتبقاش الاخرى. تحياتي لكم، وديما مغرب، ونتمنى المنتخب الوطني المغربي يمشيو اقصى نقطه في كاس العالم، ولما لا النهائي. الحلم كبير وكبير جدا.